في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أشرح لكم أقوى طرق للاختراق كلمة السر مهما كانت قوية. هذا الفيديو التعليمي للحيطة والحذر، ليس من أجل أن تقوم باختراق الناس واختراق كلمات السر الخاصة بهم وتقوم بتهديداتهم أو شيء من هذا القبيل. كمعلومة صغيرة جدا، الآن في هذا الزمان أصبحت التكنولوجيا وبالأخص الاختراقات الإلكترونية أصبحت شيء عادي جدا، لا تحتاج لحواسب خارقة، وأيضا لا تحتاج لقناع الأنونيموس لتصبح متمكن لتستطيع أن تقوم باختراق حساب الفيسبوك مثلا أو حسابات أخرى على المواقع التواصل الاجتماعية. لكي لا نطيل عليكم دعونا نبدأ في طرق اختراق كلمة السر. أول طريقة هي اختراق كلمة السر عن طريق قاموس كلمة السر. نعم، هناك قاموس يسمى بقاموس كلمة السر، مثلما هناك قاموس اللغة العربية، قاموس اللغة الإنجليزية، قاموس اللغة الإيطالية مثلا. أيضا هناك شيء يسمى بقاموس كلمة السر، وهذا القاموس تستطيع أن تجد فيه الملايين من كلمة السر المشهورة. وقد تطرح هذا السؤال: هل هذا القاموس أستطيع أن أجد فيه كلمة السر الخاصة بي؟ هذا السؤال لن أستطيع أن أجيبك عنه، لأنك ربما ستجد كلمة السر الخاصة بحسابك سواء على الفيسبوك أو على الإيميل موجودة في هذا القاموس وقد لا تجده. لكن بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 95%، قد تجد كلمة السر الخاصة بك على الإيميل بالأخص موجودة في هذا القاموس. والسؤال الآخر قد تطرحه الآن: أين أستطيع أن أجد هذا القاموس لكلمات السر؟ الأمر بكل بساطة سهل جدا. ما عليك هو التصفح داخل الديب ويب أو داخل الدارك ويب لتجد هذا القاموس معروض للبيع. بإمكانك أن تشتريه وتبدأ بالبحث عن كلمات السر الخاصة بالضحايا التي تريد أن تقوم باختراقها. أمر سهل جدا. وقد تسألني الآن: ما هو الدارك ويب وما هي الإنترنت المظلمة التي تتكلم عنها؟ سبق لي أن نشرت أحد الفيديوهات الكاملة عن الإنترنت المظلمة وما يمكنكم شراء من داخل هذا الإنترنت المظلم، لكن سأعرفه بطريقة قصيرة جدا. الإنترنت المظلمة هو عبارة عن سوق كبير جدا مليء بالجرائم الإلكترونية والبشرية، تستطيع من خلاله أن تشتري كل الأدوات الاختراق كUSB وغيرها من الأدوات الاختراق. وأيضا بإمكانك أن تشتري أي شيء ترغب فيه من المخدرات، سواء المخدرات على المواقع التواصل الاجتماعي الموجودة داخل الديب ويب، وبإمكانك أيضا أن تقوم بشراء أعضاء بشرية، وبإمكانك أن تقوم باستئجار قتلة مأجورين لأن تقتل عدوك أو شيء من هذا القبيل. المهم، كل الجرائم التي الآن متواجدة في ذهنك موجودة في الدارك ويب. لنعود إلى موضوعنا. ما الذي يحدث صديقي عند إيجادك لقاموس كلمة السر؟ وهذا القاموس قد تكون فيه الملايين من كلمة السر، وأنت تأخذ أي إيميل تريد أن تقوم باختراقه أو أي حساب معين. عندما تحصل على قاموس كلمة السر وأيضا تحصل على العنوان الإيميل الخاص أو أي حساب معين تريد أن تقوم باختراق كلمة السر الخاص به، تضعه في أدوات معينة وخوارزميات وكودات معينة وتبدأ بعملية ماتش أو المطابقة مع كلمة السر. وقد تطرح هذا السؤال وتقول: ما هي المدة التي أستغرقها لأجد كلمة السر لحساب معين؟ لأنني سأستغرق سنوات ربما وقد لا أجد هذه الكلمة السر. الأمر ببساطة صديقي، لأن هناك أدوات معينة، سكريبتات معينة، أكواد معينة تجعلك تبحث بكل أريحية، وتبدأ هي بنفسها البحث معك، والنتيجة هي أن تقوم باختراق الإيميل أو أي حساب ترغب باختراق. أما بالنسبة للطريقة الثانية لاختراق كلمة السر، تسمى Brute Force Attack أو تقنية الهجمات الغاشمة المحترفة. الذي يحدث هنا أصدقائي، أنت تبحث عن العنوان أو الإيميل الذي تريد اختراقه، وهناك بعض الأدوات وسكريبتات معينة جاهزة هي التي تبحث عن كلمة السر التي تطابق مع العنوان الذي تريد اختراقه. الأمر ببساطة جدا. هذه النوع من العملية تستخدم لاختراق شركات معينة، إدارات معينة وغيرها. أما بالنسبة للطريقة الثالثة،
وهي أذكى الطريقة التي سأشرحها في هذا الفيديو. هذه الطريقة تسمى فيشينج أتاك، أو بأسلوب آخر أو بتعريف آخر تسمى بعملية التصيد. هذه الطريقة متاحة لدى الجميع، بإمكان أي شخص أن يقوم بإنشائها. مثلا أنت الآن تريد أن تقوم باختراق كلمة السر لشخص ما أو لصديق ما، أو المهم تريد أن تقوم باختراق كلمة السر المعينة. ما تقوم به يا صديقي هو أن تقوم بتصميم صفحة مصورة، وهذه الصفحة سبق لي أن تكلمت عنها الكثير من الحلقات وفي الكثير من اللقاءات. وهذه الصفحة المزورة الآن هناك عدة مواقع يوفرون لك صفحات مزورة. أنت ما عليك فقط هو أن تقوم بأخذ الرابط وتقوم بوضعه في أي شيء أنت تريد أن تقوم باختراقه، وأي شخص يدخل إلى ذلك الرابط ويضع رقمه وكلمة السر الخاصة به تستطيع رؤيتها أنت. هذه العملية التصيد لماذا سميت بعملية التصيد؟ لأنها تشبه وضعك للفخ في الغابة. بإمكانك يا صديقي أن تقوم باصطياد أفعى، أسد، ذئب، بإمكانك أن تصطاد أي شيء. ما سأقوله لكم يا أصدقائي، كل من يريد صفحات مزورة فقط ليضع لي في التعليقات، فسأقدم له بعض المواقع التي تقدم صفحات مزورة للاختراقات الإلكترونية. الأمر سهل وبسيط جدا. أما بالنسبة للطريقة الرابعة والتي أحبها أنا شخصيا في مجال الاختراقات الإلكترونية، هذه الطريقة تعتمد بالأساس على الذكاء والمنهج الاجتماعي. ما هي هذه الطريقة؟ هذه الطريقة تسمى بالسوشيال انجينيرينج. هذه الطريقة تسمى بعملية التحايل أو عملية الاختراق بالذكاء. دعونا نشرح هذه الطريقة بالتفصيل. هذه الطريقة أصدقائي تعتمد على المنهج الاجتماعي. يعني مثلا تريد أن تقوم باختراق شركة معينة، وهذه الشركة لا تعرف عنها أي شيء، حتى الشبكة التي يستخدمونها لا تعرفها، فكيف ستقوم باختراق؟ ما عليك يا صديقي هو أن تقوم باتباع المنهج الاجتماعي. تلبس لباس جميل جدا وأنيق ورائحة طيبة وشعر المهم شيء من هذا القبيل، وتقوم بالدخول إلى هذه المؤسسة. مثلا قد تجد هناك فتاة جميلة جدا وقد تتغزل بها اليوم وغدا وغدا، وحتى أن تسقط في يدك تلك الفتاة، أو أي صديق هناك يعمل داخل هذه الشركة. بعد أن يسقط ذلك الشخص في يدك، وبإمكانك أن تطرح عنه بعض التساؤلات المتخصصة في الشركة. مثلا ما هي نوع الشبكة التي تستخدمونها في هذه الشركة مثلا، أو ما هي السيرفرات التي تشتغلون بها داخل هذه الشركة مثلا، أو المهم التساؤلات التي ستطرح عنها لديها علاقة بالهجمات الإلكترونية التي تريد أن تقوم بها. أثناء إنهائك من هذه التساؤلات، وقد أيضا تستطيع أن تعطيها شيء معين لتضعه في حاسوب معين داخل الشركة وغيرها من المسائل. هذه المسألة تعتمد بالأخص على المنهج الاجتماعي، وأيضا تعتمد على الذكاء. بالنسبة لهذه الطريقة لا يوجد أي شخص يستطيع أن يقول لك هناك دورات للمنهج الاجتماعي أو هناك دورات معينة تخص هذا الأمر. هذا الأمر ما يعتمد عليه يا أصدقائي هي عالم البرمجيات وسكريبتات معينة وخوارزميات برمجية قوية، وأيضا برمجيات أو تصفحات ببرمجيات خبيثة. بإمكانك الدخول إلى السيرفرات التي تخدم بها هذه الشركة وتقوم باختراقها بشكل جنوني. وصلنا إلى هذه النقطة ودمتم سالمين.